هل في فعلا ضحايا ومصابين في حادث انفجار الهايك ستيب؟ ولو في فعلا ضحايا ومصابين، ايه اللي خلاك تطلع الفيديو اللي فات وتقول ان مفيش اي خسائر نتجت عن الانفجار ده؟ انا بعد ما نزلت الفيديو اللي فات اللي هو كان بيتكلم عن انفجار الهايك ستيب وايه اسباب الانفجار وتفاصيل كل اللي حصل وكده، وقلت بالنص ان مفيش اي ضحايا او مصابين نتجوا عن الانفجار ده، لان مفيش اي مصدر حكومي او بيان رسمي او مصدر موثوق قال ان في اي ضحايا او مصابين سقطوا نتيجه الموضوع ده. ولكن بعد ما الفيديو نزل لقيت سيل من الكومنتات، ناس بتقول ان قرايبهم، اخواتهم، جيرانهم، اصحابهم، كل الناس دي كان فيها ضحايا وكان فيها مصابين، وفي ضباط ومجندين اتكتبت عندي اساميهم بالكامل في الكومنتات. بصوا يا جماعه، زي ما انتوا عارفيني او زي اي حد لسه جديد لسه بادئ يشوف فيديوهاتي من قريب، لسه هيعرفني، انا ما بحطش معلومه في اي فيديو او اي كلمه في سكريبت غير لما بتكون من مصدر ومصدر رسمي وموثوق كمان احنا كلنا نقدر نوصل له. وانا دي طبيعتي وده مبدئي في الحياه عامه، مش بس في الكونتنت اللي انا بقدمه. وده مش معناه ان انا بكذب كل الناس وكل الكومنتس اللي اتكتبت عندي وقرايب الناس اللي استشهدوا وجيران الناس المصابين، كل الكلام ده بالعكس. والله انا عمري ما اقدر اكذبكم، ولكن انا ما اقدرش اخد بشهاده كومنت او شهاده اشخاص عشوائيين عندي واعرضها على الناس كمصدر. ده في حد ذاته ما ينفعش، وده بيخالف اخلاقيات المهنه او بيخالف الحاجه اللي انا ببني عليها الكونتنت بتاعي، الا وهي المصداقيه. ولاجل ان انا مرتبط بالمصادر الموثوقه لعرض المعلومه، فانا طلعت وقلت ان مفيش اي ضحايا ومصابين علشان مفيش مصدر موثوق قال الموضوع ده. ولكن في الاول وفي الاخر، في حاله صحه الكلام ده، ربنا يرحم كل شهدائنا، ولادنا واخواتنا، ظباطنا وجنودنا، وربنا يصبر اهاليهم ويلهمهم الصبر والسلوان، لان هم شهداء الواجب والوطن. واتمنى ان انا اكون وضحت وجهه نظري، وان انتوا تكونوا تفهمتوا كلامي على قدر كبير. وكان معكم حوار سكريبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.